السلام عليكم، تحية طيبة ومرحبا بكم في جديد على القناة ديالكم كرة وصبوها. في الفيديو السابق فشفنا معكم التشكيلة اللي ممكن أنه يدخل بها المدرب محمد وهبي في المباراة الأولى ديالو كمباراة ودية قبل كأس العالم لهذه اللائحة النهائية اللي كتكون من 26 لاعب. فاستقرينا على تشكيلة رسمية اللي ممكن أنه المدرب محمد وهبي يستعين بها في هذه المباراة، اللي غتكون على الشكل التالي: ياسين بونو في حراسة المرمى، عيسى ديوب، شادي رياض كقلبي دفاع، نصير مزراوي ونصر صلاح الدين كأظهرة. ثم عندنا في وسط الميدان كل من نائل العناوي وأيوب بوعدي كلاعب وسط الميدان ديال الربط. أمامهم صانع الألعاب بلال الخنوس، ومن ثم جناح أيمن إبراهيم دياز، وجناح أيسر فهو يكون إن شاء الله عبد الصمد الزلزولي. ثم المهاجم الوهمي اللي دائما ما كيفضل المدرب محمد وهبي أنه يلعب بهذاك المهاجم الوهمي اللي كيعرف يلعب في المساحات في خلف الدفاعات وكيتمتاز بالسرعة، وأيضا يعني بالفتح المجال والمساحات للزملاء ديالو. فمن المرتقب انه يعتمد على سفيان رحيمي لانه هو المهاجم الوهمي، يعني اللي بالفعل يعني ممكن يلعب هذا الدور بامتياز امام ايوب الكعبي اللي كيبقى مهاجم صريح رقم 9، يعني قلب هجوم. فكنتوقع ان سفيان رحيمي يكون هو المهاجم في هذه المباراة. ففي هذا الفيديو غادي نمشيو نشوفوا مسألة أخرى اللي هي طريقة اللعب اللي كيفاش غادي تكون من بعد ما حطينا رسم تكتيكي اللي هو 4-2-3-1، اللي هو يا الرسم التكتيكي اللي كيحتاج او اللي كيمتاز به محمد وهبي وكيعتمد عليه بشكل كبير سواء مع المنتخب ديال تحت 20 سنه الوقت اللي كان كيدربهم لا في كاس افريقيا ولا في كاس العالم ديال تشيلي، وايضا حتى في المباريات الوديه امام باراغواي واكوادور اللي كانت مع المنتخب الاول من بعد التعيين ديالو. فهاد التشكيله هذه ولو انها كتكون بهذه الطريقه هذه في وسط اللعب فكتبدل وكتغير وكتعطي بزاف ديال التشكيلات حسب يعني نوعيه المنافس، حسب الوضع ديال المنافس، حسب الطريقه ديال اللعب ديال المنافس، وايضا حسب اطوار المباراه. فغادي نمشيو ونشوفوا يعني بالنسبه لهاد التشكيله كيفاش اول حاجه اللي كيلعب بها محمد وهبي، لا من ناحيه ملي كتكون عندنا الكره في الاستحواذ، وايضا من ناحيه الوقت اللي كتكون يعني كنفقدوا الكره كيفاش كيكون عندنا الضغط ديالنا، وكيفاش كيكون الدفاع ديالنا لا في نصف الملعب ديالنا ولا في نصف الملعب ديال المنافس اللي غادي يكون هو منتخب مدغشقر في هذه المباراه هذه. فالوقت اللي غتكون عندنا كتكون عندنا الكره كتكون عند ياسين بونو، فاش كيوقع واحد يعني التفريغ ديال المساحه بالنسبه لعيسى ديوب وشادي رياض، كيفرغوا واحد المساحه امام ياسين بونو اللي كينزل ليها واحد من لاعبي ديال وسط الميدان ديال الربط. في هذه الحاله مثلا غادي ينزل فيها ايوب بوعدي. فالوقت اللي كينزل ايوب بوعدي هنا كيوقع واحد المساله، اي نصير مزراوي كيعرض الملعب هنا، انس صلاح الدين كظهير ايسر كيدخل لوسط الملعب كيولي هو مكان يعني مثلا في هذه الحاله ايوب بوعدي. ثم بلال الخنوس كينزل لهذه المساحه هذه كانه ظهير ايسر. هذه فيها جوج ديال الافكار. الفكره الاولى انه كيفرغ المساحه هنايا للاعبين ديال الاجنحه اللي كيعمروها، وفي نفس الوقت كيخلخل الافكار ديال الدفاعات ديال الفريق الخصم، فما كيخليش ديك اللامركزيه، ما كتخليش يعني المدافعين ولاعبي وسط الميدان الدفاعي ديال الفريق الخصم انهم يعتمدوا واحد المبدا دفاعي ويعرفوا مع من غادي يمشيو. الوقت اللي كيجي بلال الخنوس حتى لهنا فما يمكنش يعني مدافع يخلي هذاك البوست ديالو وينزل حتى لهنايا. فهذه هي يعني المبدا. فاول حاجه كتولي عندك تشكيله متكونه من 3 ديال المدافعين، ثم 4 ديال اللاعبين في وسط الميدان، وامامهم 3 ديال المهاجمين، كانك كتلعب ب3-4-3. ثم اش كيوقع؟ الكره كتنطلق من عند ياسين بونو، ففي الغالب كتلعب عند لاعب وسط الميدان اللي رجع كقلب دفاع او كليبرو، اللي هو في هذه الحاله عندنا ايوب بوعدي. ايوب بوعدي الوقت ديال استلام الكره ديالو فاما كيلعب يعني مع شادي رياض، ثم كيلعب للجهه اليمنى لعيسى ديوب، هذه كنوع من استدراج ديال الخصم. مباشرة من بعد ما كيتفتح هذا المجال هذا فكيتم اللعب الكرة مباشرة للنائل العناوي. الوقت اللي كتوصل الكرة للنائل العناوي فكتلقى ان ابراهيم دياز مثلا في هذه الحالة او حتى ياسين جسيم الوقت اللي كان كيلعب فكيكون شاد الباندا في هذه الحالة هذه بهذا الشكل. مباشرة النائل العناوي كيلعب كرة مباشرة لابراهيم دياز. هنايا كتكون عندنا واحد التحول من الفترة او من المرحلة ديال البناء وديال تطوير الهجمة للمرحلة ديال يعني المرحله الثالثه والمرحله الرابعه ديال يعني ديال الانهاء الهجمه. فهنايا كيوقع كيكون عندنا واحد الظهير الايسر او الظهير الايمن عفوا كينطلق يعني في هذه المساحه هذه. الوقت اللي كيستلم ابراهيم دياز الكره فدائما كيكون كيحاول ما امكن انه يدخل يستغل هذه المساحه هذه في انصاف المساحات جنب الزون 14. هنايا هادشي كامل فقط باش يتم يعني
فتح هاد المساحه هذه والتفريغ ديالها من القادم من الخلف، اللي هو يعني في المباريات ان شاء الله اللي غتكون كاس العالم فالمفروض انه غادي يكون اشرف حكيمي القائد، لكن في هذه المباراه فغادي يكون هو نصير مزراوي. نصير مزراوي اللي كينطلق في هذا، اللي غادي يفتح لي هذا الكولوار هذه. وفي نفس الوقت فالجناح الوقت اللي كتكون عنده الكره سواء برايم دياز او لا غيره، يعني بغض النظر عن الاسماء، فكيقوم يعني باستدراج المدافعين لهذه المنطقه هذه، انهم كيدخلهم من الكاري، وهكذا كيكون يعني فتح واحد الكولوار كبير لمن القادم من الخلف اللي هو نصير مزراوي الظهير الايمن. هنا الوقت اللي كيصعد نصير مزراوي فدائما نائل العناوي كيقوم يعني باقتسام الملعب، يعني كيرجعوا اللاعبين المراكز ديالهم، كيرجع يعني بالنسبه لخط الدفاع كيرجعوا بهذا الشكل هذا. ثم الظهير الايسر اللي هو انس صلاح الدين كيرجع للمكان ديالو، في حين كينطلق بلال الخنوس اللي كيجي من الخلف واللي كيساعد سفيان الرحيمي في قلب الهجوم. مباشرة هنا ملي كيتفتح الكولوار فكيتم لعب الكرة كيف ما شفنا في مباراة ديال باراغواي لمن الظهير الايمن اللي في هذه الحالة اللي عندنا هو نصير مزراوي او اشرف حكيمي في حالة التواجد ديالو. مباشرة سفيان الرحيمي فاما انه كيقطع البريمير بوطو، ومن تما كيجي عبد الصمد الزلزولي في دوزيام بوطو، ومعه كل من بلال الخنوس وايضا ابراهيم دياز، وكيكون يعني كيدير التغطيه كل من نائل العناوي ايوب بعدي مثلا في الخلف ديالهم. هكذا حتى لا كانت اي كره يعني كترجع دوزيام بال كنقدروا ناخذوها حنا الاولين. ثم بالنسبه لقلوب الدفاع اللي هما عيسى ديوب وشادي رياض، وبالاضافه لانس صلاح الدين اللي يعني كيوقف معاهم كانه يعني ثالث مدافع، فكيديروا ريس ديفنس، يعني كيوصلوا حتى الخط ديال منتصف الميدان هكذا باش ما يخليوش اي كره يعني تكون ككونتر اتاك، ما يخليوش المساحات تكون كبيره، فكيكون يعني تضييق المساحات ما بين الخطوط الثلاثه ديال الهجوم وسط الميدان والخط الدفاعي. هكذا ما كيكونش يعني واحد الامكانيه ديال انه يكون عليك واحد الكره عكسيه او لا كونتر اتاك ويكون المساحات كبيره. فهنايا عيسى ديوب كيتقدم، شفناه في العديد ديال اللقطات في المباراه ديال باراغواي وديال الاكوادور، فكيوصل حتى لنصف الميدان، دائما كيكون يعني لاصق مع المهاجم اللي كيكون يعني كيتسنى ديك الكره اللي غادي تجي من الكونتر اتاك، فاما انه يقطعها مباشره، واما حتى في حاله الا كان يعني استلم المهاجم الكره وبغى يقوم بعمليه الدوران باش يستغل هذه المساحه هذه، فكان عيسى ديوب كيقوم بواحد العمل ديال يعني خطا تكتيكي في وسط الميدان وتحصل عليه في لحظه من اللحظات على بطاقه صفراء. هذه هي يعني تقريبا ابرز المعالم ديال الاستحواذ ديالنا او ديال البناء ديالنا الوقت اللي كتكون عندنا الكره. فهذه هي الطريقه باش كنهاجموا، وسجلنا منها جوج ديال الاهداف امام باراغواي. هذه فقط وحده من بين بزاف ديال الحالات اللي كيلعب بهم المدرب محمد وهبي في التشكيله اللي كتلعب ك 4-4-2 اصليه، لكن 4-2-3-1 يعني كرسم تكتيكي، لكن يعني في خلال المباراه فكتغير بشكل كبير وكيكون فيها بزاف ديال التغيرات وبزاف ديال يعني التطور وبزاف ديال التحول وبزاف ديال التغيير، كتغير بزاف ديال التشكيلات حسب كيف ما قلنا اطوار المباراه وحسب حتى يعني طريقه اللعب ديال المنتخب المنافس. ففي هذه المباراه بما اننا كنلعبوا امام منتخب مدغشقر، فمنتخب مدغشقر الوقت اللي غادي تكون عنده الكره فمن المفترض ومن المعلوم يعني للجميع وكل شيء غيكون يعني غيتفق معايا في الفكره اننا غادي نلعبوا بضغط عالي. فالضغط العالي كيف قلنا غادي يكون بهذا الشكل هذا، فبطبيعه الحال كيضغط كل من سفيان رحيمي مع ابراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي كخط اول، ثم الخط الثاني في كل من بلال الخنوس مع نائل العناوي وايضا ايوب بوعدي بالاضافه لانس صلاح الدين ونصير مزراوي في هذه المنطقه هذه كتكون بهذا الشكل هذا. ثم كيبقاو عندنا جوج ديال المدافعين اللي كيديروا ريست ديفنس في منتصف الميدان، هكذا كنضغطوا بقوه وكنحاولوا ما امكن اننا نقللوا المده ديال استرجاع الكره من الخصم، خصوصا مع منتخب بحال مدغشقر، منتخب اللي يعني صعب انه يقوم بالبناء ديال الكره امام منتخب ديالنا المغربي. فربما كنتوقع انه يكون يعني الضغط ديالنا في الوقت اللي غادي يعني تكون الكره في حوزه المنافس، ان الضغط يكون بهذا الشكل هذا. غادي نضغطوا يعني بثلاثه ديال المهاجمين وراهم خمسه ديال اللاعبين، يعني ما بين ثلاثه ديال اللاعبين ديال وسط الميدان زائد الاظهره، وكيبقاو المدافعين شادي رياض مع عيسى ديوب كقلبي دفاع اللي غيكونوا يعني كيديروا ريست ديفنس في نصف الميدان. ومن ثم في حاله استطاع ان المنتخب يعني مدغشقر انه يخرج الكره ويوصلها، فكذا من بعد كنلعبوا كنرجعوا اننا كنديروا يعني الدفاع في نصف الملعب ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنرجعوا باربعه ديال المدافعين وكيكون عندنا
يعني 4-4-2 في بعض الأحيان بهذا الشكل هذا. كنلعبوا كأننا لاعبين ب4-4-2. كنديروا أيضا كيدافع محمد وهبي في بعض الأحيان بهذه الطريقة هذه، الوقت اللي كيستطيع المنافس أنه يقوم بإخراج الكرة. فكنكونوا يعني بهكذا كنقللوا دائما المساحات أو المسافة ما بين الخطوط الثلاثة ديال المنتخب، ما بين الخط الدفاعي وخط وسط الميدان والخط الهجومي. لكن كننتظر أن المنتخب مدغشقر ما غيشكلش علينا واحد الخطورة كبيرة، كون المباراة يعني غادي تلعب في المغرب. وايضا حتى الفوارق يعني الفنية ما بين المنتخبات بجوج، وما بين اللاعبين وما بين الترسانة اللي كيتوفر على المنتخب المغربي، وايضا ما بين الترسانة اللي كيتوفر عليها المنتخب ديال مدغشقر. فما كنظنش انه غادي يكون ربما يعني واحد المحك حقيقي بالنسبة لهذه المباراة هذه. اللهم يعني بعض الكرات الخاطفة القليلة اللي ممكن انها تشكل خطورة بالنسبة للمنتخب مدغشقر على الدفاعات ديال المنتخب المغربي ديالنا. حاليا يعني تكلمنا على الحالة الاستحواذ، تكلمنا على الحالة اللي هي فيها يعني فقدان الكرة والضغط كيفاش كندافعوا. ففي الشوط الثاني كيتسنى اننا نقوموا بعديد ديال التغييرات بالنسبة للمنتخب المغربي، من بين ان اللاعبين اللي ممكن انهم يحافظوا على الرسمية ديالهم في هذه المباراة طيلة 90 دقيقة. فهنا ياسين بونو، عيسى ديوب وشادي رياض، فممكن ان الثلاثي يبقى مستمر في المباراة الى غاية النهاية ديالها. ايضا انس صلاح الدين فمن الممكن انه يتم التغيير ديالو بالعمري في الشوط الثاني، يعطيه فرصه في حاله يعني بغى يشوفوا في هذه المباراه هذه الوديه. بالنسبه لزكريا الوحدي فما نظنش انه غادي يشارك في هذه المباراه، كونه يعني مازال ملتزم مع الفريق ديالو بالمباريات ديال بلاي اوف هناك بالدوري البلجيكي. فبالتالي نصيم زواوي ممكن انه يلعب 90 دقيقه كامله في هذه المباراه. في وسط الميدان عندنا نائل العناوي، ممكن يعني يتم التغيير ديالو بسمير المرابط، او ان سمير المرابط يكون بديل ديال ايوب بوعدي بالاحرى، كونه يعني كيلعب بالرجل اليسار فغيلعب في النصف الثاني من الجهه اليسار ديال منتصف الميدان. بالنسبه لنائل العناوي ممكن اننا نشوفوا مكان ديالو سفيان امرابط، وقدر يعني يتم التجريب الوقت اللي يتم الزج بسفيان امرابط. ممكن اننا غادي نبدلوا الخطه، غادي نمشيو حاليا ونوريكم يعني الامكانيه ديال الخطه اللي ممكن تلعب بها في الشوط الثاني في حاله الزج بسفيان امرابط كنوع من التجريب اللي ما ممكن انه يكون يعني في خلال الاطوار ديال كاس العالم. ثم بالنسبه لبلال الخنوس فممكن يعني التعويض ديالو بعز الدين أناحي، في الغالب غادي يتم التعويض ديالو بعز الدين أناحي. وممكن تجريب اسماعيل الصباري مرة أخرى في مركز المهاجم الوهمي، وكيف ما ممكن أن حتى أيوب الكعبي يشارك. فكتبقى يعني جوج ديال الاحتماليات بالنسبة لخط الهجوم. ممكن يدخل اسماعيل الصباري إلا بغى يكمل في المبدأ ديال المهاجم الوهمي، وممكن أنه يدخل أيوب الكعبي في حالات بغى مهاجم صريح يجربها حتى هي كيفاش غادي تكون، كيفاش غيتفاعلوا معها اللاعبين. بالنسبة لبراهيم دياز من المتوقع أنه يتم التعويض ديالو بياسين جسيم، وكذلك أيوب ميموني ممكن أنه يدخل مكان عبد الصمد الزلزولي. هكذا نشوفوا هذا اللاعب عن قرب من بعد ما يعني من الدوري الدرجة الرابعة في بداية هذا الموسم للبوندسليغا ومن ثم الكأس العالم. فلاعب اللي حرق المراحل صراحة، يعني خلال موسم واحد يعني تخطى كل المراحل وكيلقى راسو في كأس العالم. فنتمنى أننا نشوفه يعني في الشوط الثاني مكان عبد الصمد الزلزولي، أو حتى مكان إبراهيم دياز في حالة يعني بغى يعني يلعبوا مثلا في هذه الجهة. وممكن ان ياسين جسيم نجربوه حتى هو في الجهه اليسرى ونشوفوا يعني التاثير ديالو كيفاش غيكون. شفناه في كاس العالم تحت 20 سنه كان كيلعب هذا المركز هذا ديال الجناح الايسر، الوقت اللي كان عثمان معما هو اللي كيحتل المركز ديال السبعه جناح الايمن. فكان كيلعبها ولعبها يعني عن جدارة واستحقاق. كان دائما ما كيفرغ المساحه للزهواني هنا في الكولوار اليسار، وكيدخل لوسط الميدان للزون 14 في انصاف المساحات، وكانت كتكون ثنائيه رائعه بالنسبه لياسين جسيم مع الزهواني. ممكن انه يتم التجريب ديالو في هذا المركز هذه. فممكن هادو هما ابرز التغييرات اللي ممكن تكون يعني في هذه المباراه امام مدغشقر. فغادي نمشيو نشوفوا حاليا مثلا الى افترضنا ان بلال الخنوس غيخرج، ابراهيم دياز خرج، نفترضوا ان ممكن ان نلعبوا بالمهاجم الوهمي اللي هو يا اسماعيل السباري كمهاجم وهمي، ياسين جسيم مكان عبد الصمد الزلزولي، بالعملي غيخرج صلاح الدين، غيخرج بوعدي، وايضا غنستغناو على نائل العناوي في وسط الميدان. فهنا في هذه الحاله ما غاديش نلعبوا ب4-2-3-1، بينما غادي نلعبوا ب4-1-2 يعني 3 او 4-3-3 بهذا الشكل هذا، كلاعب ارتكاز يعني بيفو اللي هو سفيان امرابط، اللي هو افضل مركز بالنسبه ليه والمركز اللي كيجيد
فيه والمركز اللي كيكون فيه يعني في قمة المستوى ديالو، فممكن اننا نجربوها بهذا الشكل هذا. تكون يعني عز الدين أناحي وسمير المرابط كجوج ديال اللاعبين وسط ميدان ديال الربط اللي كيمدوا الهجوم بالكرات، وفي نفس الوقت فهما كيرجعوا باش كيستلموا الكرة في هذه المناطق هذه، سواء من عند سفيان امرابط او حتى من عند قلبي الدفاع. وبالنسبه للاجنحه فغيكون عندنا سفيان ايوب اميموني مع ياسين جسيم، ومن ثم اسماعيل السيباري كجناح وهمي او كمهاجم وهمي. يعني هذه الصفه ديال المهاجم الوهمي اسماعيل السيباري تجرب في المباراه ديال الاكوادور ما نجحش فيها بشكل كبير، يعني ربما كانت نقطه ضعف في هذاك المباراه خصوصا في الشوط الاول، لكن كانت اول مره كتجرب، فما كاين باس اننا نعاودو نشوفوها مره اخرى امام منتخب مدغشقر اللي ممكن انك يعني تستافد منها اكثر، خصوصا يعني مع كنعرفوا المستوى يعني فارق المستوى ما بين المنتخب ديال الاكوادور والمنتخب ديال مدغشقر، فممكن انك تجربها، تقدر تحتاج ليها في كاس العالم وتلقاها يعني فايت لك جربتيها مره وجوج ويعني ونجحتي فيها، فممكن انها تكون. فابرز المسائل اللي كيقوم بهم المهاجم الوهمي هو تفريغ المساحات، تفريغ المساحات لمن القادمين من الخلف، فكتولي التشكيله كانها كتولي بهذا الشكل هذا، كانك لاعب ب4 1 3 2، كتولي بهذه الطريقه هذه. يعني الوقت اللي كيكون الكره في الحوزه ديال المنتخب ديالنا، فكيكون يعني اسماعيل السيباري كيجر معاه مثلا دوك المدافعين وكيفرغ المساحه من القادمين، سواء من الجهه اليمنى بالنسبه لاميموني في هذه الحاله، او بالنسبه لياسين جسيم في هذه الحاله بالنسبه للجهه اليسرى. فهادو هما ابرز يعني التحليلات التكتيكيه بالنسبه للمباراه اللي ممكن يتم الاعتماد عليها من طرف محمد وهبي في المباراه ديالو امام منتخب مدغشقر. نتسناو كيفاش غادي تكون يعني المباراة، ومن ثم لكل حديث حديث. يعني المباراة ديال مدغشقر غتعطينا واحد الفكرة أكبر على الأفكار ديال محمد وهبي في المباراة ديالو، وأيضا حتى في المباراة اللي غادي تجي من موراها اللي غتكون يوم الأحد المقبل إن شاء الله أمام المنتخب النرويجي، واللي غتكون هي آخر المواجهات الودية قبل من يعني الدخول غمار ديال نهائية كأس العالم، بدءا بمباراة البرازيل بالجولة الأولى، مباراة اللي ما سهلاش، ومنتخب اللي عنيد. شفنا كيفاش انتصر يوم أمس امام منتخب بنما ب6-2. يعني عندهم خط هجومي رائع. مازال غادي نديرو يعني واحد التحليل تحليل فني وتكتيكي للمنتخب البرازيلي، ونقراو يعني نقاط القوه ونقاط الضعف. فبالنسبه للمنتخب المغربي، ابرز نقاط القوه ديالو هي الخط الهجومي مع خط وسط الميدان، وابرز اهم هو خط وسط الميدان كيبقى هو رقم 1، بينما ربما الخط اللي كاين فيه شويه ديال المشاكل وعليه بعض علامات الاستفهام فهو الخط الخلفي، خط الدفاع. يعني كمعلومه، فبالنسبه لنايف اكرد فيوم امس يعني تدرب مع المجموعه، مبقاش كيتدرب فردي، تدرب مع المجموعه، فهذه يعني خبر اللي كيبقى خبر ممتاز، يعني وكيعطي طمأنينة بالنسبه للجماهير المغربيه على التواجد ديال نايف اكرد، وايضا على يعني المستوى اللي ممكن انه يظهر به خط الخلفي ديال المنتخب المغربي اللي مازال عندنا عليه علامات استفهام. وكنتظروا يعني المباراة الودية أمام مدغشقر وأمام المنتخب النرويجي أنها تعطينا واحد الاطمئنان، يعني واحد الجرعة زائدة ديال الاطمئنان بالنسبة لهذا الخط هذا. فحتى هنا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا، نتمنى أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة، تضغطوا زر الإعجاب وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.